السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسابق السلطة الجزائرية الزمن لاحتواء أزمة عسكرية متقاعدة ومعطى بمكافحة الإرهاب بعد عودتهم قبل أسبوع إلى الشارع لمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاحتجاجات على مماطلات وزارة الدفع في معالجة لائحة المطالبين المرفوعين منذ عام 2022. ويوم الأربعاء كشف المدير مصلحة الاجتماعية بوزير الدفع الجزائري اللواء أن ملف المتقاعد المعطوب والمشطوب الجيش يسير بشكل طبيعي، حيث ستتحي مراجع والتدويل بعض المواد القانونية المعاشات العسكرية المعمول به منذ عام 1996. وأوضحت أن ذلك سيهم عدد من العسكريين السابقين الذي أدعوا ملف التسوية وتقرير على هذا الأساس سنة المدعم في قانون جديد تسمح بتدمير أجلاء العطون ضد قرار من الاستفادة مع المنحة وامتيازات بالأضعاف إلى مادة التي تسمح بإحداث منحة العطب تكميلا على أن سيستفيد منها العسكريين لا تمنح له لجان الخبرات طبية نسبة العطب المنسوب للخدمة. وشكرا.